بدكن رولات مسخن فلسطيني؟ شوفوا الفيديو على اصوله شيء يعني نكهه وجمال وقرمشه كل شيء. ولأطيب رولات مسخن فلسطيني بنحتاج صدور الدجاج الكمية اللي بدكن إياها، وهلأ بدنا نسلقهم. هلأ أنا عندي هون الطنجرة وشغلت الغاز تحتها وبدي أضيف مي باردة. يفضل دائما لأي سلق دجاج أو لحمة نشتغل بمي باردة حتى ما تطلع زنخة، تخف الزنخة معنا قدر المستطاع. هلأ بدنا نستنى لتسخن شوي أو تغلي وبعدين بدنا ننزل صدور الدجاج. وهلا بعد ما غليت معنا المي بدنا ننزل صدورة الدجاج، وطبعا انا عندي صدورة الدجاج منظفين بشكل جيد. بدنا نضيف شوية بهار مشكل، شوي صغيرة بس، كم حبة هيل، وعندي هون نصف بصلة مع قشرتها ما في اي مشكلة، ورشة فلفل اسود. وطبعا بننزل حبة قرفة صغيرة، واكيد كمان بدنا نضيف ورق الغار، بس ورق الغار ما بنضيفه هلا، قبل ما يستوي الدجاج بشوي بنضيفه، يفضل هيك مشان ما يمرمر الدجاج. بدنا نغطي هلا وبننتظر عليها. وهلا نحن بعد ما انتظرنا نصف ساعة بنكشف عليهم وبنضيف ورقتين غار وبنرجع بنسكر ربع ساعة كمان بيكونوا جاهزين معنا. وهلا بعد ما انتظرنا ربع ساعة كون الدجاج استوى معنا. هلا بدنا نطلعهم ونقطعهم قدامكم. وانا هلا عندي هون قطعتين صدور الدجاج بدي اقطعها بهالشكل مثل ما شايفين. فيكم بايدكم تنتفوهم هيك تنتيف او بالسكين، بس ما انه سخنين خلينا بالسكين افضل بهالطريقة. يا سلام ريحتهم بتشهي يا جماعة، البهار اللي ضفناه عطاهم ريحة كتير حلوة وبظن نكهة كمان. بدنا ندوق هالحبة. يا سلام. بدهم شوية ملح بهالشكل مثل ما شايفين. هلا بدنا ننتقل للخطوة اللي بعدها، تعالوا معي. وانا عندي هون بصل بدي اقطعه ترانشات، بنقشرهم بهالشكل. قطعهم نصين، بدنا نقطعهم ترانشات بهالشكل كونوا هيك سماك. هلا بمقلايتنا الزنة بدنا نضيف زيت زيتون. اذا عندكم زيت زيتون فلسطيني بتاخذوا شيء يا سلام، او اي زيت زيتون. كمان زيت زيتون، هاي الاكله بتحب زيت الزيتون كتير. طبعا نحن مشغلين الغاز على درجة حرارة عالية يعني منيحة. هلا بننزل ببصلاتنا اللي قطعناهم. اليوم رح تاكلوا اكله يعني شيء خيال، واهم شيء انه على اصولها الطريقه الاصليه، يعني الطريقه، يعني هاي الاكله يا جماعه فيها سر بسيط، ولكن رح تختلف معكم نكهه الاكله 100%. هلا بتشوفوا السر باخر الفيديو، خليكم معي رح تكتشفوا اسرار. يا سلام. انا نقلبهم مثل ما شايفين. بما انه مسبقا اشتغلنا اكلات كتير سورية وغربية وايطالية ومكسيكية وامريكية، هلا خلينا نقلب هيك شوي اردني شوي فلسطيني، اشتقنا له لهالاكلات. هلا بننتظر على البصل حتى يدبل معنا. هلا بعد ما دبلوا معنا البصلات ننزل عليهم بشو؟ قطع الدجاج اللي قطعناها. شوفوا معي كل شيء ونقلب فيهم.
اوقات بنضطر نستغني عن المعلقة اللي عم نحرك فيها. بيكون بايدينا احسن تقليب بهالشكل. تمام. شوية فلفل اسود، شوية ملح، ملح حسب الرغبة. هي ملح. وشو بنحتاج كمان؟ شي بسيط بهار مشكل، لأنه ضفنا بهار مشكل ونحن عم نسلق الدجاج. صفي شغلة وحدة لازم نضيفها، بس هاي هلا بحكي لكم شو قصتها. هذا هو السر اللي ما حدا أبدا، يعني قليلين كتير إلا الفلسطينيين الأصليين اللي بيعرفوه. احكوا لنا جماعة فلسطين، اكتبوا لنا بالتعليقات وانتم عم تحضروا الفيديو، شو هو السر بهالأكلة اللي لازم ينضاف آخر شيء؟ احكوا لنا. اللي حذر يكتب لي، ها اللي عرف شو قصدي يكتب لي. هلا بدنا نقلبهم. طبعا بدهم زيت زيتون اكيد اكثر. زيت زيتون. طبعا هلا بدنا نضيف شوية كمون. كمون ناعم. نرجع بنقلب فيها شوي. تقريبا صارت جاهزة معنا. هلا بدنا نضيف المكون الأخير اللي الكل عم ينتظر لحتى يعرف شو هو هالسر. المكون الأخير هو عبارة عن السماء. السماء ما بينزل إلا آخر شيء وقت نطفي الغاز. بنطفي الغاز وبننزله. ليش؟ مشان ما يمرمر معنا الدجاج. وأكيد كل صاحب خبرة بيعرف هالشي. يعني اللي بيفهموا بأكلة المسخن. هلا بدنا نقلبهم منيح. هذا السر يا جماعة، قليلين صدقا، قليلين اللي بيعرفوه. السماء ما بينزل غير آخر شيء حتى الدجاج ما يمرمر معنا، لأنه بيعطي طعم مرار وكذا. نضيف شوية سماء تانية. هيك صاروا جاهزين. تعوا معي على الخطوة اللي بعدها. هلا بعد ما شلناهم بنضيف لهم شوية صنوبر. صنوبر كمان شيء مهم بهالأكلة. بنحركهم شوي مع بعض. هلا شو عندي يا غوالي؟ عندي خبز الشراك. خبز الشراك مثل ما شايفين. هلا بدنا نحضر سندويشات الرول بهالشكل. بنضيف الكمية اللي بدكم اياها، اللي بتناسبكم. تمام. وبتشتغلوا هيك. انا بالنسبة الي كافي. بدنا نلفهم بهالشكل. انا عم بشتغل معكم في بطء شوي شوي حتى تركزوا معي وتشوفوا كل شيء. يا سلام، الريحة اللي عم تطلع غير شكل. غير شكل. متشوق متشوق بس هيك يخلصوا لحتى ندوقهم آخر شيء قدامكم. هلا هيك بدنا نلف. هيك صاروا جاهزين. بس زاد عندي شوي وحسيت أنا هاي القطعة ظلمتها. ارجع افتحها. حسيت ظلمتها شوي من هون. حط شوي والباقي بدنا ندوقهم. خليهم هلا. تمام. هيك هلا صاروا جاهزين. 4 قطع. أنا 4 قطع شخص لوحدي كافيين بالنسبة إلي. هلا الخطوة اللي بعدها. أنا عندي هون صينية الفرن. هاي صينية الفرن. بدنا نحطهم هيك بهالشكل. وشو بدنا نعمل؟ كمان بدنا نضيف شوية زيت زيتون. زيت زيتون. لا تبخلوا بزيت الزيتون لهالأكلة. وشو بدنا كمان؟ شوية سماء. من الجهتين زيت زيتون وسماء. نرجع بنقلبهم مثل مو شايفين. شوية زيت زيتون، شوية سماء.
هاد اكلوا هم هاي. نرجع نقلبهم هلا هيك مشان يسكروا معنا منيح. هلا شو بنعمل؟ بدنا ندخلهم على الفرن مثل ما هنن 3-4 دقائق، درجة حرارة 180 كافية. 3-4-5 دقائق بالكتير بيكونوا صاروا جاهزين. ها، وهي هلا بعد ما انتظرنا عليهم 5 دقائق تقريبا، حمصناهم من الطرفين على درجة حرارة 200. شوفت عينكم، وها هي القرشة اللي بدنا اياها. اسمعوا على الصوت، نغم، يا سلام، الريحة، يا سلام، متشوق امتى ادوقهم هيك انا وياكم. استنوا شوي. وهيك مثل مو شايفين النتيجة، وحصلنا على نتيجة ولا أروع من هيك. استنوا شوي بس ندوقهم، خليكم معي خليكم. وهيك بنكون حصلنا على أفضل وأطيب رولات مسخن فلسطيني على أصولهم، مع كافة الأسرار. الأسرار في سر واحد حكيناه داخل الفيديو الكل لازم يعرفه عن هالأكلة. وشوفوا النتيجة يا جماعة، شوفوا. هلأ بدنا ندوق. سعادة، سعادة، سعادة لا توصف، سعادة لا توصف. نكهة ونتيجة ولا أروع من هيك. قرشة على الميلي أبدا شيء. والله هيك. دوق 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 دوق، تاخذ لك شيء واحدة، خذ لك شيء واحدة. والله دوق، شوف الجمال، شوف الجمال. ما عم استنى لبعد، هاي معلش كول. بفهمتك، بفهمتك احكي. خفيفة ظريفة أبدا على الميلي. ها ترك التصوير وراح ياكل. هذا الطيب، هذا الطيب.